عادة المخ عشان يقدر يتعرف على اي حد انت عارفه في حياتك الموضوع ده بياخد حوالي نص ثانية مخك بيقدر يشوف العناصر المميزة في وشه، وبيبدأ انه يجمع العناصر دي مع بعضها وبيخليك تعرف الشخص اللي انت شفته ده مين. حاجة زي العينين والحواجب واللي بيخلوه يعرف 90% من رياكشنات وشك، حاجة زي المناخير والبق واللي بيدوا تقسيمة وشك المميزة. بس السؤال بقى، هل لو الشخص اللي قدامي ده شخص مقنع لابس ماسك تقريبا مغطي 90% من وشه، حد مثلا زي توليت، ده مغني مصري ظهر الفترة الأخيرة وكل الناس محتارة هو مين، لأنه باختصار لابس ماسك تقريبا مغطي كل حاجة في وشه إلا عينيه، وده اللي خلى كل الناس محتارة مين هو الشخص ده. بس على فكرة بالأصدقاء الموضوع مش معقد زي ما انت فاكر، لأن في طريقة نقدر نعرف بيها مين هو توليت، واللي اكشلي أنا عرفته، بس كل اللي كنت محتاجه شوية تركيز. هلو مسا ابو الاصدقاء، اهلا بيك في اوضه المتواضعه وفي حلقه جديده من برنامج المحقق. طبعا انت داخل الحلقه دي ابو الاصدقاء ومتحمس جدا ومنتظر مني انا حاجه من الاتنين، يا اما هطلع هباد وما اعرفش اي حاجه وهقول على اي حد ان هو توليت واحط عنوان مثير كده للفيديو وكفر يشد الانتباه عشان الفيديو يفايرل، يا اما ان انا اصلا اعرف مين هو توليت معرفه شخصيه وقررت ان اعمل الفيديو ده عشان اقول هو مين. بس الحقيقه ان انا لا هعمل كده ولا هعمل كده، انا لا ههبد عليك ابو الاصدقاء ولا حتى اعرف مين هو توليت معرفة شخصية. الموضوع ابو الاصدقاء كان محتاج مني بس شوية تركيز، وان اقدر اركز في كل التفاصيل حتى لو كانت صغيرة عشان اعرف مين الشخص ده. مبدئيا بمنطقية كده، انا لو قدامي شخص ملثم مش باين منه غير عينيه وحواجبه، ازاي اقدر اعرفه؟ اصل معلش من اشهر جرائم السرقة اللي البوليس قدر يوقفها كان معظم اللي عملوها ملثمين، ازاي قدروا يعرفوا الاشخاص دول ويقبضوا عليهم؟ منطقيا ابو الاصدقاء لو قدامك شخص ملثم مش باين منه غير عينيه وحواجبه، في عوامل تانية ممكن نركز فيها تقدر تخلينا نتعرف على الشخص ده. اول خطوة ان احنا هنجيب الناس اللي احنا شاكين ان هم ممكن يطلعوا توليت. يعني دلوقتي الناس شاكه بين 3. اول حد شاب كده وهو مغني راب اسمه مهاب، والناس بتقول ان هو ممكن يطلع توليت بسبب ان صوته قريب من صوت توليت. الشخص التاني وهو عبد الله ابن عمرو دياب، وده الناس شاكه فيه بسبب الفيديو كليب بتاع حبيبي ليه، لان الفيديو كليب متقلد من فيلم ايس كريم في جليم وده اللي كان عامله عمرو دياب. فالناس شكت ان بما ان عبد الله ابن عمرو دياب بيغني كده فممكن يكون ده عبد الله ابن عمرو دياب هو توليت. وغير كده ان عبد الله ابن عمرو دياب نزل صوره من فتره على انستجرام وكتب تحتيها توليت، بس بعديها قام مسحها، فالناس شكت اكتر في عبد الله. الشخص الثالث وهو خفاجي، الناس شكت في خفاجي بسبب ان عينيه وحواجبه شبه عينين وحواجب توليت، وان يعني المزيكا بتاعت خفاجي شبه المزيكا اللي في اغاني توليت. فبالتالي احنا عرفنا دلوقتي مين الاشخاص اللي الناس شاكه فيها وليه الناس شاكه فيهم. ونبدا بقى بالاصدقاء التحليل واحده واحده. الاول احنا هنحلل مظهر الجسم الخارجي، الطول، العرض، الوزن، وبعد كده وش توليت اللي هو فيه العين والحواجب. تالت حاجه البادي لانجوج، ودي اللي لو ركزنا فيها وطلعناها صح هنقدر نعرف مين هو توليت. البادي لانجوج زي حركه الايد، زي مثلا انا دلوقتي وانا بكلمك ايدي بتفضل تعمل بالطريقه دي كده اسمها حركه الايد، وكل بني ادم فينا عنده حركه ايد بيبدا يعملها بشكل لا ارادي. واحب اقول لك ان من الصعب انك تتحكم في حركه ايدك حتى لو هتبدا تتقمص شخصيه تانية، لازمات موجوده في الحركه. انا كشاب لما بتكسف ممكن مثلا اروح هرش في الايس كاب، غيري ممكن يكون بياكل ضوافره، وعلى حسب الموقف اللي بتتعرض له بيبدا تظهر اللازمات بتاعه الحركه بتاعتك. سرعه وطريقه الحركه بالنسبه للعين، في ناس حركتها على الارض سريعه، بيتكلم بسرعه، بيمشي بسرعه، اما في ناس تانية بتكون حركتهم بطيئه وهاديه، تحس كده ان الحركه واخده حقها وهي بتتعمل. حاجه تانية في البادي لانجوج زي ما تكون مثلا بتسمع موسيقى، في ناس استجابتها على الموسيقى ان هم بيبتدوا مثلا يهزوا في رجليهم، ناس تانية بيبتدوا يهزوا في راسهم، ناس ثالثه ما بتعملش اي حاجه، ناس رابعه بتسقف. كل دي حاجات لو قدرنا اننا نجمعها من شخصيه توليت ونقارنها بالبادي لانجوج بتاعت الاشخاص الثلاثه اللي احنا لسه شاكين فيهم، هنقدر نعرف مين هو توليت. غير بقى البادي لانجوج حاجه مثلا زي الصوت، طبقه الصوت اللي توليت بيتكلم بيها، في ناس تحس ان صوتها رفيع شويه، وفي ناس تانية تحس ان صوتها تخين، ناس بترقق الحروف وناس بتفخم الحروف. واخر حاجه الماتوال فريندز او الاصدقاء المشتركه. توليت اكيد عنده صحاب، والثلاثه دول برضو عندهم صحاب، فالثلاثه دول الشخص اللي يبقى فيهم عنده اصدقاء هم نفس الاصدقاء اللي عند توليت، فغالبا الشخص ده هيبقى توليت. العوامل دي لو عرفنا ان نطلعها صح من توليت غالبا هنعرف مين في الثلاثه دول توليت.
لو بصينا للمظهر الخارجي هنلاقي ان توليت مش رفيع، هو شخص طويل وعريض الى حد ما، ومن الواضح برضه من الصور والفيديو كليبس ان وزنه مش قليل. ولو جينا نقارن ده بالثلاثه اللي موجودين معانا هتلاقي ان مهاب ده رفيع واقصر شويه، وهكذا عبد الله ابن عمرو دياب. الوحيد اللي فيهم اعرض واطول هو خفاجي، بس ده مش كافي، ممكن تكون عيننا خدعتنا. ندخل على النقطه الثانيه واللي هي العين والحواجب. لو بصيت على عينين وحواجب توليت هتلاقي ان تحت عينيه في كسر بسيطه، اما لو بصيت لحواجبه فهتلاقيها عاديه جدا، بس في بين حواجبه شويه شعر. ولو رجعت وقارنت ده بالثلاثه اللي موجودين معانا هتلاقي ان مهاب ده مفيش بين حواجبه اي شعر، ولا حتى عبد الله بن عمرو دياب. الوحيد اللي شكل عينيه نفس شكل عينين توليت، غالبا نفس الشعر اللي بين حواجبه هو اللي عند توليت هو خفاجي. بس ده برضه بالنسبه لي مش دليل كافي. الدليل الكافي يا ابو الاصدقاء انا هشوفه في البادي لانجوج، هي دي اللي هتكشف اني واحد فيهم توليت. لو بدانا نركز في لغه الجسد بتاعه توليت هنلاقي ان في حاجه دايما ايده بتعملها، وهو ان وهو بيعمل اي حاجه بايده لازم يكون صباعه الاخير ده متطرف لبره. والاصدقاء انا عارف ان انت ممكن تشوفها حاجه هايفه، بس حابب اقول لك ان دي حاجه في منتهى الاهميه. احنا لو قدرنا نجمع كذا حاجه زي دي احنا هنقدر نعرف مين هو توليت. حاجه تانية مثلا توليت كده عنده لازمه في حركته انه بيبدا ان هو يضغط على راسه من قدام زي ما انت شايف كده. حركه ثالثه زي ان هو بيبدا انه يهز رجله مع المزيكا، دي برضو لازمه. لما جمعت كل الحركات دي مع بعضها وكتبتها عشان ما انساهاش بدات ان افتح فيديوز للثلاثه التانيين وهم بيتكلموا فيها على طبيعتهم جدا عشان اقدر اعرف الباترن ده موجود عند انهي شخص فيهم. يعني مثلا حركه الصباع الاخير ده وهو متطرف كده بحس ان اللي بيعملها حد بيستخدم الثلاث صوابع دول بس، يعني مثلا حد ممكن يكون بيعزف على آلة. بصراحة معرفش، بس دي كلها احتمالات انا بفكر فيها. انا بدأت اشوف ممكن مين فيهم اللي يكون بيلعب على الآلة وابدأ اقارن الحاجات دي معاه، ويا تصيب يا تخيب. اول حد فيهم ظهر لي لما بدأت اسيرش هو خفاجي. خفاجي من الواضح ان هو بيلعب على آلة، حد مهووس بالميوزك برودكشن. بصراحة انا بدأت اشك فيه، خصوصا انه اقرب حد لتوليت في شكل الجسم، وبدأت من هنا اقارن. لما فتحت القناة بتاعت خفاجي على اليوتيوب لقيت ان هو بيعمل زي تعديل على التراكات، ولقيته كده ان هو بيلعب على نوع آلة معين. المهم ان هو بيلعب على الآلة دي حركة تطريف الصباع الأخير في الإيد هو بيبقى عاملها، صباعه الأخير دايما خارج بره إيده عشان يعرف يعزف كويس. أوبا. على الجانب الاخر لما شفت ده عند مهاب وعبد الله ابن عمرو دياب ما لقيتش الكلام ده، احتجت اتاكد اكتر. فتحت فيديو كليب خفاجي كان عامله مع واحد اسمه ناصر. الفيديو كليب ده بعنوان يا حبيبي. بدات اركز على البادي لانجوج بتاعت خفاجي ومن هنا بدات توضح لي الصوره. حركه تطريفه الصباع برده موجوده، وبرده الحركه دي توليت بيعملها في كل الفيديو كليبس بتاعته من غير ما يقصد. وفي حته كده في الاغنيه بتاعت حبيبي ليه توليت لما بتبدا تيجي عليه الكاميرا والمزيكا بتاعت الاغنيه شغاله بيبدا انه يعمل العزف بتاع الاله دي على الترابيزه اللي هو قاعد عليها، واللي تحسها مظبوطه جدا مع الميوزك بتاعت الاغنيه. يعني تحس اللي في الفيديو كليب ده حد اصلا بيعرف يلعب على الاله دي، واللي هو مين؟ خفاجي. خفاجي في الفيديو كليب بتاع يا حبيبي ده دايما لما كانت المزيكا بتشتغل كان بيهز رجله، والحركه دي برده كان توليت بيعملها برده في معظم اغانيه. حركه مثلا انه بيضغط على راسه بايده، خفاجي كان بيعمل الحركه دي في الفيديو كليب بتاع يا حبيبي، برده توليت كان بيعملها في الفيديو كليبس بتاعته. ابو الاصدقاء انت اندهشت، استنى انت شفت حاجه؟ توليت في الفيديو كليب بتاع حبيبي ليه في حته كده كان بيعوج فيها راسه. المهم انه بان ان كان لابس في رقبته سلسله سيلفر، ولما رجعت لكل الانترفيوز بتاعت خفاجي القديمه لقيت نفس السلسله بالظبط خفاجي كان لابسها. ده كمان توليت كان لابس نفس السلسله في الفيديو كليب بتاع ما تيجي اعدي عليكي. خفاجي كان بيحكي قصه وهو قاعد مع واحد في بودكاست من 4 سنين، بيقول ان يعتبر اول شغل جاله في مجال الميوزك برودكشن كان عن طريق ليجاسي، وقعد يتكلم في البودكاست ده عن ليجاسي وقد ايه ان هو بقوا صحاب. فلما رجعت على قناه توليت وبدات اشوف الاغاني القديمه اللي كان عاملها لقيت انه كان عامل دويت مع ليجاسي. كل الحاجات اللي قلتها دي تخلينا نتاكد ان 100% خفاجي هو توليت. الكاركتر بتاع توليت اتعمل بصياعه، بس الثغرات دي اللي خلتنا نتاكد ان توليت هو خفاجي. كل اللينكس بتاعت الفيديوهات اللي قدرت احدد بيها مين هو توليت هتلاقوا كل اللينكس دي في الديسكريبشن، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.